مساء الفل على عيونكم ومساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 17 رمضان. أوامك كده شهر رمضان بيعدي بسرعة، وبدأنا بقى داخلين على دخلة العيد، وهنبدأ في وصفات العيد. الشهر بيعدي بسرعة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة الغريبة الناعمة الدايبة بدون بيض. مش هتشقق معاكي، هقولك على كل أسرار الغريبة، هتطلع ناعمة وجميلة زي ما انتم شايفين. لونها فاتح وحلو، يا دوبك واخدة لون من تحت وبتدوب دوبان في بقك. وكمان هقولك على سر بيخبيه عنك محلات الحلواني، بيخلي طعمها خطير وجميلة جدا. شايفين الطعم والجمال؟ تعالوا بقى نكسر واحدة كده ونشوف حاجة كده خطيرة جدا. أهم حاجة في الغريبة التكنيك بتاعها. هقولك على كل الخطوات بتاعتها الناجحة، ومكوناتنا سهلة وبسيطة جدا. أول خطوة معايا ودي مهمة جدا، معايا كوباية ونص من السمنة الباردة. يعني السمنة دي حطها قبل ما اشتغل بيها لمدة ساعتين تلاتة كده في التلاجة. المهم قوي ان انت وانت شغالة بيها تكون ساقعة. الخطوة دي هي اللي هتخلي الغريبة معاكي دايبة دوبان وبتدوب في بقك. هنضربها بالمضرب اليدوي ده لحد ما اللون بتاعها لحد مضرب الكهرباء طبعا، لحد ما اللون بتاعها يبيض تماما وتبقى عاملة شبه القشطة كده. لونها ابيض كده شبه بياض التلج. ودي خطوة مهمة جدا لنجاح الغريبة بتاعتنا. بتدي هوا كده وهشاشة جميلة جدا. شايفين اللون بقى عامل شبه اللون الكريم شانتيه. طبعا تستخدمي سمنة صفرة، سمنة بيضة، يا حبذا بقى. يا سلام لو هتستخدمي سمنة بلدي هتطلع خطيرة. المكون السحري اللي بيخبيه عنك المحلات الحلواني هي معلقتين من اللبن البودرة. ايوه يا جماعة، اللبن البودرة بيدي طعم خطير جدا في الغريبة، بيخليها هشة ودايبة وطعمها حلو قوي. نص معلقة صغيرة من الفانيليا. يا دوبك ضربتهم مع بعض لحد ما الخليط داب معايا، وبعد كده نزلت عليهم بكوباية من السكر البودرة. شايفين المكونات سهلة وبسيطة ومفيش أبسط من كده. كل ده لحد دلوقتي حاجة بسيطة جدا تقدري تعمليها. عندك مضرب كهربائي اعملي بيه، تقدري تعجني بإيدك أو بالمضرب اليدوي، مفيش أي مشكلة خالص. هياخد منك وقت بس هتطلعي أحلى غريبة بتدوب في بقك. أنا هنا خلاص خلصت المكونات بتاعتي والسكر ده معايا. هنبدأ بقى ننزل بالدقيق. معايا نص كيلو من الدقيق. لو انت حابة تعرفي الدقيق بالكوبايات، عبارة عن 4 كوبايات من كوباية بتاعة الشاي اللي احنا بنشرب فيها الشاي الموجودة في أي بيت. 4 من الكوبايات، تكون الكوباية ممسوحة على آخرها. زي ما انتم شايفين كده مكوناتي سهلة وبسيطة جدا، وهبدأ أعجن بيها بإيدي. هتعجني بيها في الأول هتلاقي الغريبة معاكي مفرولة كده ومش شاربة من الدقيق. ولاحظوا معايا كمية الدقيق بتاعي اللي موجودة في البولة. هبدأ أعجن فيها مش أقل من ربع ساعة. لازم تعجنيها بإيدك وتطمني ان الدقيق دخل في السمنه ولانت معاكي وبقت طريه. شايفين انا لسه بعجن لحد دلوقتي، بوريكي خطوه خطوه. فات 5 دقايق وبعد كده فات 10 دقايق، هوريكي بعد ما تلم معاكي وتبقى طريه، وتعرفي ازاي ان كده الغريبه معاكي بقت جاهزه. شايفين الكميه قلت معايا ازاي؟ انا ما عملتش اي حاجه خالص غير ان انا فضلت اعجنها 10 دقايق. بدات تلم معاكي وبدات تعمل عجينه. تعرفي ازاي بقى ان الغريبه بتاعتك جاهزه كده للتشكيل؟ تعملي معايا الاختبار ده. تاخدي كورة وتبدأي تشكليها في ايدك وتعملي بصوابع ايدك عليها. لو لقيتيها ما شققتش مستوية وكويسة، يبقى كده الغريبة معانا جاهزة على الشغل على طول. اوعي تستكتري موضوع ال10 دقايق بتوع العجين، هم دول اللي هيخلوا معاكي الغريبة حلوة وجميلة. لو لقيتي العجينة مفرولة معاكي شوية صغيرين، اوعي تزودي سمنة او دقيق. المقادير دي مظبوطة بالجرامات وبالكوبايات زي ما قلتلك بالظبط. هتاخدي كرة صغيرة وبعدين تبدأي تشكليها على شكل دايرة. ممكن تحطي فيها القرنفل او تحطي فيها ملبس، او كمان تقدري تحطي مكسرات. حابة تحطي لوز مفيش اي مشكلة، حابه تحطي سوداني. هوريكي ازاي بقى تحطي كمان المكسرات بتاعتك ومش هتشقق معاكي. وهوريكي كمان الصواني لما تطلعيها من الفرن هتطلع زي ما انتي دخلتيها بالظبط. الغريبه عندنا ما بتخمرش خالص. اول ما تخلصي السجان بتاعتك مهم قوي تكوني مسخنه الفرن بتاعك على درجه حراره 150. شايفين الطريقه اللي انا بحط بيها المكسرات؟ بقى انزل الصبع بتاعي في نص الغريبه، وبعد كده احط المكسرات بتاعتي. عمرها ما هتشقق معاكي. تقدري تستخدمي لوز، بندق، تحطي سوداني، كمان فستق لو انت عندك، مفيش اي مشكله خالص. هندخلها الفرن على درجه حراره 150. هتحطي الرف بتاع الشبك
على أول رف فوق النار مباشرة، وتخلّي النار على 150 تسيبيها لمدة تِلت ساعة بالضبط، هتلاقيها أخدت لون من تحت واستوت تمامًا. مهم أوي أول ما تطلّعيها تسيبيها على الصاج لحد ما تبرد تمامًا لمدة ساعتين 3، وبعد كده تشيليها وتدوقي أحلى غريبة في حياتِك. كل سنة وأنتم طيبين، وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. انتظروني في وصفات أخرى. شكرًا ليكم على المشاهدة، وهاستنى آراءكم في تعليقاتكم. باي باي.